اكلمكم بقى عن موضوع مهم ومؤثر جدا في العالم كله، لدرجة انه بقى ليه تأثير سلبي وملحوظ جدا. حضر بقى مشروبك، تعال استمتع. موضوع النهاردة وهو اكتر حاجة مؤثرة بقت على مجتمعنا وبقى ليها تأثير ملحوظ، وهو المخدرات وتأثيرها على الشباب ومدى انتشارها والعقوبات الخاصة بها. ويمكن تعريف المخدرات أو الأدوية الغير مشروعة legal drugs، وهي الأدوية التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، ويطلق على المخدرات مصطلح أدوية الشارع. وللمخدرات طبعا تأثيرات مختلفة وغير متوقعة، ده اللي بيؤدي إلى معاناة مستخدميها من تأثيرات صحية خطيرة جدا، وخصوصا الشباب. تعتمد هذه التأثيرات والمضاعفات على عدة عوامل مختلفة، زي كمية المادة المخدرة المستخدمة ونوعها، وعدد أنواع المخدرات المستخدمة في الوقت نفسه، وحالة الصحية للشخص ده، وإصدارات أنواع كتير. ولا تقتصر على الأدوية فقط زي مثلا المورفين، لا ده في أنواع تانية زي استنشاق بعض مواد الطلاء بشكل معتمد وبكميات كبيرة. زي مثلا يقول لك ان من قديم العصور ان الانسان وهو يبحث عن الطعام لم يكن امامه سوى ان يتذوق النباتات الموجودة في بيئته علشان يميز هل هي فعلا صالحة للطعام ولا لا. في احيانا اخرى كان بيتذوق نباتات تدفع بحياته ثمنا، وهي كانت نباتات سامة. وبرضك بعض الأحيان وهو كان يتذوق النباتات كان بيجد نباتات تفقده الإحساس بالواقع تماما، بيسافر. أنا أقول لك إن في المجتمعات البدائية كانوا بيستخدموا النباتات المخدرة كوسيلة للاتصال بالعالم الآخر. كان في اعتقاد الكهنة في المجتمعات البدائية إن هذه النباتات بتخلي الإنسان تمكنه من الوصول إلى العوالم الخفية. زي مثلا في إحدى القبائل الهندية كانوا بيستخدموا زمان النباتات المخدرة في طقوس البلوغ. أول ما الصبي يودع سن الطفولة بيدوله مخدر، المخدر ده بيخليه يفقد الوعي لمدة 20 يوم. 20 يوم هو مش فاكر أي حاجة خالص عن أيام الطفولة، وده كان طبعا نتيجة للجهل. تعالوا بقى أكلمكم عن أكتر مخدر منتشر بكمية رهيبة في وقتنا الحالي، وهو الحشيش. مخدر الحشيش. تعالوا بقى أقول لكم نتعرف مخدر الحشيش منذ آلاف السنين في تركيا وفي مصر وضفاف نهر الفالوجة، واستخدم كمان في الطب الهندي والطب الصيني. في القرن الثالث عشر اشتهرت فرقة وهي فرقة الحشاشين. ايه هي فرقة الحشاشين دي؟ هي فرقة كانت بتنفذ الاغتيالات السياسية، وكان طبعا رؤساء الفرقة دي بيكافئون العناصر بتاعتهم بمنحهم الحشيش. طب ايه هو معنى فرقة الحشاشين؟ وهو مخدر الحشيش كانوا بيستخدموه كمان في الولايات المتحدة كعقار طبي قبل عام 1930. طب وكانوا بيستخدموا المخدر ده في ايه؟ تفتكروا كانوا بيستخدموه في ايه؟ كانوا بيستخدموه في علاج مرض الهستيريا، الا ان اكتشفوا ان مخدر الحشيش ده ليه اثار مدمرة على الجهاز العصبي. بحسب دراسة اجريت حول العالم في عام 2017، والدراسة دي اتنشرت في مجلة Our World in Data عام 2019. المجلة دي بقى بتقول ايه؟ ان استخدام المخدرات والافراط في تناول الكحول يؤدي الى وفاة 350 ألف شخص سنويا، عدد كبير جدا طبعا. بما ان استخدام المخدرات يعد من الاسباب الرئيسية في وفاة عدد كبير جدا من الاشخاص حول العالم. على سبيل المثال في عام 2017 لقوا ان عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المخدرات في أمريكا بتفوق جدا عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير. تعالوا بقى نتكلم عن مراحل إدمان المخدرات. يمر الشخص الذي يتناول المخدرات بعدة مراحل، وأول مرحلة فيهم وهي مرحلة التجريب. يستخدم المخدرات طبعا في هذه المرحلة كرفاهية أو الضغط عن طريق الأصدقاء، وطبعا ده المعتاد في المجتمع العربي
خد يا صاحبي اشرب السيجاره دي، ويقعدوا يضغطوا عليه ويتريقوا عليه لغايه طبعا ما طبيعي بياخد ويجرب. تاني مرحله وهي مرحله الاستخدام المنتظم. ايه هي بقى المرحله دي؟ وهي اللي بيبدأ فيها الشخص متعاطي المخدرات بالتعاطي بشكل متكرر ومنتظم. يقدر بقى يشرب بشكل يومي او في نهاية الاسبوع او بيجتمعوا طبعا كل يوم مع اصدقائه. مرحلة بقى وهي مرحلة الخطر. يبتدي بقى تظهر على الشخص ده الاعراض بقى اللي هي بتدل ان هو فعلا الشخص ده متعاطي مخدرات. زي هتلاقيه على طول منفعل، هتلاقيه على طول ابتدى يخس. هي دي بقى المرحلة اللي بيبقى الانسان فقد فيها السيطرة خلاص على نفسه، مش عارف يسيطر على نفسه ولازم يتعاطى بشكل مستمر فيها. ايه هي بقى اسباب ادمان المتعاطي على المخدرات؟ تعال اقول لك ان تعاطي المخدرات بيبدأ بشكل اختياري، وبعد كده بيتحول بشكل تدريجي الى الادمان، وده نتيجة التغيرات الحاصلة على الدماغ نتيجة السلوكيات الشخص. التغيرات دي نتيجة حدوث ما يعرف بنظام المكافأة الذي يحدث في الدماغ عند الشعور بالمتعة. تمام؟ يعني زي كأنه مثلا بيتناول وجبة هو بيحبها او مشروب هو بيحبه، إذا يؤدي الى افراز الدماغ لكميات كبيرة جدا من المواد الكيميائية اللي بتخليه بيشعر بالمتعة، مثل هرمون السعادة الدوبامين. يؤدي إلى حدوث تغييرات في الدماغ، فيبتدي إن هو يزود الجرعة بشكل تدريجي إلى أن يصل لمرحلة يفقد فيها الشعور بالمتعة. طبيعي طبعا بتلعب العوامل البيئية دور مهم جدا في الإدمان، وخصوصا على المراهقين. آثار الإدمان على المخدرات: في آثار صحية وآثار اجتماعية. ايه هي بقى الآثار الصحية؟ تعاطي المخدرات يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، ومن ضمنهم التهاب الكبد، فيروس سي، التهاب النسيج الخلوي، ضعف جهاز المناعة، وأمراض القلب والشرايين. تخيل بقى تبقى عارف كمية الآثار الصحية دي وتبقى لسه مصمم إنك تكمل شغل. ده غير طبعا الآثار الاجتماعية زي المشاكل الزوجية. تعتمد طبعا العلاقات الزوجية على الثقة المتبادلة، وطبعا احنا عارفين ان ادمان المخدرات بيؤثر كتير جدا على العلاقة الزوجية، وبيكون مسحوب بالكذب، وطبعا انتوا عارفين. وفي احدى احصائيات وزارة العدل الامريكية كان في اكتر من 750 الف جريمة وقعت في أمريكا عام 2007، وده كان سببها إدمان المخدرات والكحول. تعالوا بقى نتكلم في أهم حتة، وهي حكم القانون في تعاطي المخدرات. نص المادة 39 من قانون المخدرات على تعاقب كل من يتعاطى المخدرات بالحبس مدة عام، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 3000 جنيه مصري، وذلك في حالة إلقاء القبض على متعاطي المخدرات في مكان معد ومخصص لتناول المخدرات. وتكون طبعا العقوبة مضاعفة في حالة تعاطي الهيروين أو الكوكايين. عقوبة بقى تعاطي الحشيش لأول مرة، وطبعا احنا عارفين للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد العقوبة. يمكن للقاضي أن يحكم على الشخص الذي يوجد بحوزته حشيش لأول مرة بالسجن لمدة لا تزيد عن 3 سنين وفقا للمادة 39 من قانون المخدرات. يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 3000 جنيه. فنصيحة: يا ريت يكون في رقابة من الأهل على أولادهم المراهقين، لأنهم بيتعاطوا المخدرات في الفترة دي نتيجة لإهمال رقابة الأهل ليهم وعدم توفير ليهم البيئة طبعا المناسبة ليهم أو المدرسة المناسبة. فيا ريت يكون في رقابة، لأنها هي العامل الأساسي في بداية مرحلة الإدمان. وشكرا.